أسعد الله أوقاتكم حبايبي، وين ما تكونون رجعت وياكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم وصفتنا هي برجر اللحم، لذيذة وسهلة وسريعة. أول شي جبت هنا تقريبا كيلو لحم مثروم، ويا لحم دهين تقريبا نص كيلو، وضفت عليهم بقسم وثوم وبابريكا وصوص الباربيكيو وفلفل اسود وشوية دارسين، واكيد ملعقة او ملعقتين نشا وملح حسب الرغبة، وعجنت هذه المكونات كلش زين. وبعدين ورا ما عجنتهم راح ابدي اشكلهم. حبايبي لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد، وباللايك مالتكم تفرحوني وتخلوني استمر واشجع على تنزيل الفيديوهات. هنا طبعا هذا القالب دا تشوفوه خليت عليه قطعة ورق زبدة وخليت اللحم وطبعته بهذا الشكل. فهنا راح ادخله الفريزر او المجمدة واخليه شوية يتماسك، وراها اطلعه اقليه. طبعا هنا أنا قليته وهذا صار شكله لأنه برجر بيت يعني ما مصنع فيطلع بهذا الشكل. وشويت وياه بصل طماطة وقليته همين فينجر. هنا أنا سويت اللفات. طبعا اللفات ممكن تضيفون الصلصات حسب الرغبة. أنا ضفت صوص الشيدر، هاي العلبة اللي تشوفوها عندكم متوفرة بالأسواق، ومايونيز وكاتشب. انتو أي صوص تحبون ممكن تضيفون. طبعا الطعم خرافي يجنن، واكيد ويا اللفات البرجر لازم بيبسي. طبعا الطعم يجنن خرافي. وصفة سهلة وسريعة وما تاخذ منكم لا وقت ولا جهد. حبايبي لا تنسون اللايك والاشتراك، ويا ريت لو تشيرون الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد من الناس. لا تنسون حبايبي اللايك والاشتراك وتفعلون زر الجرس. ألف عافية ومع السلامة.